يعني خبر كويس انه الاسلاميون عنوانه الاسلاميون يستعدون للانتخابات، والاخوان حدد مرشحيه، والجماعه الاسلاميه بتستبعد الجناح العسكري. الدكتور احمد ابو بركه القيادي في الحزب قال انه الامر الان واضح انه هيبقى بالشورى، ولكن في 105 نواب مثلوا الجماعه في دورتي 2000 و2005، فدول مطروحين للترشيح، ودي اسماء مطروحه ولكن هتعرض على لجنه التنسيق الانتخابي، وهيبقى في جهود داخليه ربما يضاف اليهم او يعني يراجع، لكن ده الاصل الاساس. في حين انه اعلن حزب البناء والتنميه التابع للجماعه الاسلاميه انه قرر عدم ترشيح اي من اعضائه وقياداته الذين شاركوا سابقا في اعمال عنف، يضاف اليهم اعضاء الجناح العسكري للجماعه. وقال الدكتور نصر عبد السلام رئيس الحزب لجريده المصري اليوم ان الترشيح لن يشمل ايضا اعضاء مجلس الشورى والقياده التنفيذيه مع الاكتفاء بالقيادات الوسيطه، ووصف المرشحين المحتملين بانهم سيكونون مفاجاه، وأعاد التأكيد على أن 65% منهم سيكونون في محافظات الصعيد. في حين أن الجبهة السلفية قالت حاجة كان ربما حد من المشاهدين الآن وبيسأل، أنه قالوا الجبهة السلفية قالت أن هي لن تخوض الانتخابات، وأنها ستكتفي بدعم مرشحي الأحزاب السلفية وحزب جماعة الإخوان المسلمين. وده كان تصريح على لسان الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة، وقالوا ان هم بيدعموا الشيخ صلاح ابو اسماعيل في حازم ابو اسماعيل. انا في دماغي في الشيخ صلاح الله يرحمه. الفكرة الان يا دكتور مجدي انه انا مبسوط انه بدأنا. انا كنت بقول انه تأخر الكلام والاهتمام بالانتخابات، وبدأت وكل البداية ما تبقى مبكرة والتنسيق هيبقى مبكر، لكن هناك مخاطر واردة انه يحدث اختلافات ما بين الاحزاب الاسلامية والاسلاميين، واحنا خايفين من هذا الامر وحابين انه يبقى في تنسيق وفي يعني تعاون، ويبقى فاهمين انه ربما كل طرف يضحي شوية احسن ما نختلف فتضيع علينا البيعة كلها. يعني صحنا بايه؟ والتحالف الديمقراطي يكون لجنة صغيرة للتنسيق الانتخابي بداخله مقررها الدكتور وحيد عبد المجيد. تم التوافق ان كل حزب يجهز قائمة مرشحيه بما فيهم الإخوان والوفد وباقي القوى السياسية. وفي خطوة أولى، أولا ان احنا حددنا معايير للمرشحين، هذه المعايير تم مناقشتها وهيتم تطبيقها على كل مرشح على حدة. ثم هناك قائمة من 100 شخصية عامة من تمثل الأحزاب المختلفة والمستقلين سيتم التوافق عليها أولا، ثم يتم مناقشة منطقة ومحافظة محافظة دون تحديد نسب مسبقة لأي من الأحزاب المشاركة، باستثناء أن هناك سقف لا يمكن تجاوزه لأي حزب حتى نضمن عدم وجود أي احتكار. وحزب العدالة والحرية طارح هذا أنه ممكن السقف يبقى 50% وممكن يبقى 33، لكن ما فيش نسب مسبقة. خلي الناس تقعد تنسق تختار المرشحين وزي ما تطلع، لأن مصلحة الوطن قبل مصلحة أي حزب. وإلى الآن ما زالت هذه الروح هي الروح السائدة. وبقول أن مشاركة الأحزاب السلفية هي إضافة مهمة لهذا التحالف. التنسيق للأسف ما هوش مبكر، احنا للأسف متأخرين وقت متأخر جدا، وللأسف أيضا ما يصدر عن المجلس العسكري والحكومة أيضا يصدر متأخر، لأن إلى الآن معنا نسخة للدوائر، لكن هذه النسخة ما طلعتش بشكل نهائي من المجلس العسكري أو من الحكومة. طبعا ده أخر. وهل سيستقر على 50%؟ القانون نفسه فيه مطالبة. القانون حقيقة عدينا كويس، تفضلت بالإشارة، عدينا
بعض التحفظات. نحن نتعامل مع الواقع. القانون الحالي اللي هو بيجمع بين الفردي والقوائم لنا بعض الملاحظات هنرسلها للمجلس العسكري. من أهم هذه الملاحظات أولا أنه بيطلب أن يتصدر القائمة عمال وفلاحين، وطبعا ده يبقى فيه نوع من التمييز إضافة ل 50% في أن يتصدر القائمة عمال وفلاحين. ده بيحط قيد على القوائم الحزبية، بنقول لهم لا، لازم تراجعوا الكلام ده لأن فيه شبهة عدم دستورية. أيضا أن في بعض الأحزاب تحت التأسيس ولسه ما أتيحش لها الفرصة أنها تعلن، فبنقول لا، أتيحوا للمستقلين الفرصة ان هم يعملوا القوائم الخاصه جزاك الله خير للمشاركه. جزاك الله خير. انا فعلا فاجئني يعني انه العنوان والموضوع والتفاصيل. المفاجاه انه في عنوان الموضوع اللي جه في الوفد مبارك صاحب قرار اغتيال السندريلا اللي هي سعاد حسني. طبعا موضوع سعاد حسني قالوا انتحرت، وبعدين بعد الثوره قيل انه صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى هو المتهم، والآن دخل فيها مبارك اللي بيتكلم في الموضوع أنه حد مسؤول وبيقول أنه في جهاز خاص بالتصفية موجود في أمن الدولة، وده بيعمل عمليات لتصفية بعض الأفراد، وده بياخد موافقة لازم من مبارك. بصرف النظر أنا بحكي ده عشان يبقى أنا قلت الخبر، إنما اللي أنا استوقفني انه دولة بهذا الاجرام وبهذا الفكر، يعني دولة ما فيهاش بركة، بحيث ان هي بتفسد انسانة بداية، وبالكلام انه في غيرها معاها، والاعتماد على وسائل رخيصة في الضغط حسب ما مكتوب هنا على رؤساء وأمراء وقيادات دول مختلفة بوسائل. يعني حسيت انه يعني كلام مقرف يعني طبعا. يعني حقيقي خاصة بقى لما يكون بقى ده ايه، يمسك الإعلام ولا يمسك مجلس الشورى اللي بيساعد على التقنين يعني طب هنروح لفين يعني مدام ده؟ حقيقي للأسف يعني هذه مأساة من المآسي إن صفوت الشريف الشهير بموافي في جهاز المخابرات العامة، واللي كان مشرف على إنتاج أفلام السيطرة إما على من تجندهم المخابرات أو من يريدون ابتزازهم من الأمراء والحكام العرب، إنه يخرج من السجن وبعد محاكمات الثورة بعد 67 ليتولى جهاز الإرشاد ووزارة الإعلام، ليدخل كل بيت مصري. هذه مصيبة من المصائب. أنا أظن صاحب المصلحة في اغتيال سعاد حسني هو صفوت الشريف، لكن هذه المسائل لا تترك للاجتهادات. يجب، لأن في أشرف مروان وفي غير أشرف مروان اغتيلوا بنفس الطريقة من شرفات لندن، بالتالي يجب فتح ملف الدولة البوليسية ونشوف مين اللي كان وراء كل هذه الأحداث، ويعني تلويث سمعة مصر بما يثير الامتعاض والقرف زي ما حضرتك تفضلت. جزاك الله خيرا.